العاشرة صباحا تتواصل مع حضراتكم عبر موجات راديو جنوب الصعيد من أسوان. أصدقائي في كل مكان، فقرتنا الأسبوعية بنحكي تاريخنا. الأصدقاء والصديقات في كل مكان، ونرحب بضيفنا المعتاد في فقرتنا الأسبوعية بنحكي تاريخنا، الباحث الأثري الدكتور إسلام زغلول. دكتور إسلام، أهلا بحضرتك معنا. اهلا بحضرتك يا استاذ محمد وبكل الساده المستمعين الكرام وكل شعب مصر الاصيل. دكتور إسلام، طبعا احنا مع حضرتك في تجربة جديدة معانا في فقرتنا بنحكي تاريخنا، وفتح باب طرح التساؤلات والاستفسارات من الشباب وأعضاء حملة بنحكي تاريخنا. طبعا بالأمس حضرتك على مدى يمكن تقريبا ساعتين أو يعني أكثر قليلا طرحت الفكرة، وكان في إقبال كبير جدا من مجموعة من الشباب، ووردت للحملة وصفحتها على الفيسبوك وعلى تليجرام وعلى الواتس تقريبا انه اكتر من تساؤل. خلينا نطرح بعض التساؤلات التي وردت من الاعضاء والشباب، وحضرتك تقوم بالتأصيل العلمي لهذه المعلومات وايضا الرد على الاسئله والاستفسارات. نبدا مع حضرتك. اتفضل يا استاذ محمد، وانا بحيي كل من شارك بالسؤال من اصدقائنا وبكل من يعني في دمه الاثار، وده حقيقي فعلا ان بدأ الوعي الاثري يدب الحياه في على سطح ارض مصر، وان شاء الله يكون دي بدايه خير وكل الناس يعني تهوى وتعشق تاريخ واثار بلدها. اتفضل يا استاذ محمد. خلينا نبدأ بالسؤال الأول. ورد من الأستاذ ربيع عامر، محافظة الشرقية. أستاذ ربيع بيقول: ليه اسمه أبو الهول؟ أبو الهول ليه اسمه أبو الهول؟ هو يعني عايزين نقول باختصار يعني، ولكن بالمعنى الكافي الوافي، وإن شاء الله يكون في كل سؤال من ده بعد كده حلقة وافية. أبو الهول هو طبعا بني في الأسرة الرابعة، بناه الملك خفرع ابن الملك خوفو في الأسرة الرابعة، وبناه علشان يكون يمثل الإله رع، الإله السماء في نظر عقيدة المصري القديم ورب الآلهة، وفي نظر عقيدة عين شمس، وأيضا كمان عشان يكون حامي المنطقة المقدسة. ما هي المنطقة المقدسة؟ منطقة هضبة الأهرام وهضبة الجيزة. وطبعا مثل على جسم أسد ورأس إنسان يمثل رأس الملك خفرع، ليمثل القوة في الأسد والحكمة في رأس الملك خفرع. وتسمى أبو الهول. الاسم تحرف من الاسم الفينيقيين. الفينيقيين لما دخلوا هنا مصر في الأسرة 26 والعصر المتأخر وجدوا إن هذا التمثال يشبه تمثال عندهم اسمه حورون، فبدأت حورون تتطور. بدل حورون ضافت لها اللام في الآخر بقت حولون، ثم تطور في الآخر شالوا الحاء وحطوا الهاء نظرا للغات الأجنبية ما بتنطقش الحاء، فبدأت هول، فتطور الاسم وأصبح هول أبو الهول. فبعض الناس خلطت قالت الهول هو الخوف المهابة، لصقت في صفة الهول وأبو الهول أو أبو المهابة اللي بيهيب الأعداء يعني، وتطور الاسم هكذا. السؤال الثاني من أستاذ محمد رأفت، القاهرة. سؤالي يا دكتور إسلام: ما هي قصة الإسكندر الأكبر الذي بنى الإسكندرية، ومن أين جاء إلى مصر ومتى توفي؟ تحياتي طبعا للاستاذ محمد صديقي والمشرف على بنحكي تاريخنا ايضا. استاذ محمد رأفت يعني سؤال مهم جدا، لكن طبعا الاسكندر في يعني ايام نحكي فيه، لكن بنقول ان الاسكندر الاكبر كان راجل يعني حبيب المصريين، واحنا حبيناه وهو حبنا فعلا. لما دخل مصر هنا 332 قبل الميلاد والبطالمة علشان يخلصنا من حكم الظالم حكم الفرس. صحيح الراجل تودد للمصريين الاسكندر الاكبر، لكن احنا حبيناه من ده، خفف الضراء. راح زار واحد سيوة علشان يقول يزور معبد امون ويقول انا ابن الاله امون وابن الالهه المصريه وابن الشعب المصري. حب الشعب المصري ودخل فعلا
وبنى مدينة جديدة جميلة عزيزة على قلبنا كلنا في كل شعب مصر، وهي مدينة الإسكندرية نظرا لاسمه الإسكندر. وبالمناسبة في أكثر من مدينة في العالم تسمى بمدينة الإسكندرية، تفوق 50 مدينة أعتقد، لكن الإسكندر الأكبر كان له بصمة حقيقية في السنة الوحيدة اللي قعدها أستاذ محمد في مصر 1332 وتوفى 333 وتوفى 332، يعني عاش سنة واحدة بس في مصر وتوفى عند نهر السند طبعا. يعني وكانت يعني السنة دي مليئة بالإنجازات، وترك لنا وراه دولة كبيرة جدا اسمها دولة البطالمة أسسوها في مصر. ومن طبعا كانت الإسكندرية ومنارة الإسكندرية ومكتبة الإسكندرية، لكن يرجع الفضل في تأسيسها في الإسكندر الأكبر العظيم. طيب عندنا كمان سؤال من أستاذ سيد سعد من القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتورنا الغالي، تحياتي لحضرتك ولكل أعضاء بنحكي تاريخنا المحترمين. سؤالي: هل في حالة عثور إحدى بعثات التنقيب المصرية أو الأجنبية على مقبرة الجميلة العظيمة نفرتيتي، هل ستكون مقبرة ثرية وعظيمة على شاكلة الملك الذهبي توت عنخ آمون، ولا بسبب نفيها وغضب كهنة آمون عليها في هذا العصر قبرها هيكون له معاملة أخرى؟ قبل ما ابدا سؤالي، الاستاذ سيد سعد يا استاذ محمد ده مغرم توت عنخ آمون، يعني لدرجه ان هو مسمي نفسه توت عنخ آمون. يعني هذا الرجل هو مسمي نفسه، يعني انا شكيت في الاسم والله. يعني اللينك نيم سيد توت عنخ آمون. يعني هو الراجل ده حقيقي صديق عزيز، ودايما بيسالني عن توت. يعني 80% من الاسئله بتاعته ليا يعني توت عنخ آمون، وتقريبا يعني لو هيعمل رساله ولا حاجه هيعملها عن توت عنخ آمون. فطبعا ده بيبقى شغف من فرعون معين، زي مثلا حضرتك حابب ملك معين وهكذا. لكن الاستاذ طبعا سيد توت عنخ آمون او الاستاذ سيد سعد بيقول ان طبعا نفرتيتي بيحلم، واحنا بيحلم زي ما احنا بنحلم كلنا، ان نصحى الصبح في يوم نقول مقبره نفرتيتي اكتشفت. ودي كانت طبعا هتبقى يعني اعتقد ملكه بقدر هذا العظمه، وشاركت في حكم مصر مع زوجها اخناتون، وكان ليها باع كبير جدا في الحياه السياسيه. عهد الأسرة 18، عهد زوجها أخناتون، أعتقد هيبقى ليها طبعا يعني صيت هائل جدا في اكتشاف مقبرته. ولكن أنا ربما لا أعتقد أن طبعا الحجم الثروات هتبقى زي حجم توت عنخ آمون. يعني هو هو الراجل يعني مثقف كثيرا، يعني بيقول أن طبعا نظرا لاضطهاد كهنة آمون لأخناتون وزوجته نفرتيتي اللي بقيت على عهد وتوحيد الآلهة معاه وكده. لكن طبعا اعتقد توت عنخ آمون هي حتى الان مقبره ثريه بتراثها، لكن احنا اي اثر بيكتشف بنعامله معامله طبعا اي اثر كبير. ما فيش عندنا اثر ذو اهميه او اثر غير ذو اهميه، كل الاثار ذو اهميه. لكن طبعا نفرتيتي اللي احنا يعني بنفتخر بالرأس الجميله اللي في برلين، بنطالب ان شاء الله بعودتها، انها طبعا هتلاقي ايضا كمان كنوز كثيره جدا في مقبره نفرتيتي، وان شاء الله نلاقيها استاذ سعيد. طيب سؤال كمان من أصالة محمد من محافظة الدهلية. بتقول أصالة: كل الناس بتقول إن الأهرامات اتبنت علشان تكون مقابر للملوك، بس لو هي مقابر فين الجثث؟ وهل هي اتبنت عشان تكون مصدر للطاقة زي النظرية اللي كانت بناها المهندس كريستوفر دان مع الدكتور زاهي حواس؟ طبعا يعني ده بشكر الاستاذ أصالة على هذا السؤال، لكن احنا بنقول دايما تكرارا ومرارا ان الاهرامات ده اعجاز معماري يعني لم يحدث له مثيل. الاهرامات المصرية بنيت لتكون مقابر وتكون مقر للحياة الاخرى للملك في مصر القديمة، وايضا كمان علشان يكون في الحياة الاخرى مصدر لصعود الملك إلى الجنة والملك للسماء. فكان المصريين القدماء بيشاركوا في بناء الأهرامات علشان تكون مقبرة للملك المتوفي، علشان من خلال هذا الهرم من خلاله فقط هيصعد الملك للسماء أي للجنة ويقابل أوزيروس. فلما الملك يصعد للسماء أكيد هياخد الرعية اللي شاركوا في بناء هذا الهرم، لذلك كان كله بيتنافس
ان هو يحط حجر حتى في الهرم، علشان ده في نظر عقيدة المصري القديم ده هيشفع له عند الآلهة، والملك هيصعد معاه للسماء. لكن طبعا احنا بننفي ان هو طبعا كان هو يعني مصدر سحر او مصدر طاقة او مصدر اي طبعا قوة خارقة. المقبرة هو الهرم هو فقط مقبرة فيها طبعا الاعجاز المعماري، فيها طبعا يعني الهندسة المعمارية البحتة، لكن احنا بننفي طبعا ان الهرم فيه اي انواع السحر او مشك. سؤال حمدي أسامة من القاهرة. سؤالي لحضرتك يا دكتور إسلام، محتاج أعرف كل تفصيلة عن توت عنخ آمون التي لم يتم التحدث عنها. يعني هو عايز يعرف معلومة ما اتقالتش عن توت عنخ آمون قبل كده مثلا. ماشي، يعني هنعتبر هذا السؤال من الاستاذ حمدي، والحقيقه ده سؤال ذكي جدا وسؤال فريد يا استاذ محمد. يعني بعض الناس تاخد المعلومات، لكن ده اللي احنا طبعا يعني الحمد لله اداره بنحكي تاريخنا عودت جمهورها عليه والشعب المصري الكريم حتى خارج مصر، يعني ان احنا بنجيب المعلومات الفريده. ان هتجيب المعلومات الدارجه ايه فايدتها؟ لكن المعلومات الدارجه ممكن يعني قول لنا اللي ما اتقالش عن توت عنخ آمون قبل كده. بالظبط، هو الراجل يقصد كده استاذ حمدي صديقي طبعا. واحنا بنقول العصا اللي في مقبره توت عنخ آمون في اكثر من 134 عصا. العصا ديت يعني الناس بتتساءل ليه العصيان الكتيره دي؟ هل الراجل ده كان يعني بيحب العصيان او بيحب يحطب بالعصا او غيره او غيره؟ لا، احنا لو شفنا قدم توت عنخ آمون هنلاقي ان هو كان اعرج، كان عنده ملاريا، كان عنده فلات فوت، كان مقصر الدم يصل لأطراف رجليه، فكان يعني شبه أعرج. فالمصري القديم لما أحب إن هو يصل في الحياة الأخرى ويصعد للسماء، هي الراجل ده لازم يتعكز على العصيان دي كلها. والعصيان دي معلومة أيضا أدق، الايد بتاعتها بتمثل الاسرى اللي حاربهم توت عنخ آمون واعداء مصر، بيمثل ان هو طبعا قابض على هذه الاسرى. ايضا كمان شيء مهم جدا، لو بصيت يا استاذ حمدي في كرسي العرش لتوت عنخ آمون هتجد ان كرسي العرش ده ممثل عليه ومصور عليه عنخ إس إن آمون زوجة توت عنخ آمون. شيء فريد جدا وظريف جدا وطريف. ايضا كمان هتلاقي بص على رجلين الجميلة عنخ زوجة توت عنخ آمون، وبص على توت عنخ آمون هتلاقيه لابس يعني وحدة صندل، وهو أيضا كمان لابس أيضا فرد من حذاء وهي فرد من الحذاء، ربما مشاركة حياتية بحتة. يعني ده لابس يعني آسف فردة واحدة من الحذاء، وهي أيضا كمان لابسة فردة واحدة من الحذاء، وبتدلل جسد زوجها أو كتفه بالدهن العطري. الحقيقة يعني توت عنخ آمون الحديث عنه يا أستاذ حمدي لا يمكن أبدا يتقال في سنين، بل يتقال طبعا في قرون، لأن توت عنخ آمون كتير جدا، بحر واسع. وأيضا القناع 11 كيلو جرام من الذهب الخالص، التابوت الذهبي اللي كان بيحوي الموميا فيه أيضا 110 كيلو جرام من الذهب الخالص. أسرار كتير جدا، حتى لما تروح مقبرة توت عنخ آمون أول ما تخيل يعني 1922 4 نوفمبر لما هوارد كارتر فتح المقبرة لقى سقف نخيل تحت في الجدران، تحت في الأرضية بيزين المقبرة. بعض الناس طبعا لما يروح طبعا يعني ويقرأ ويشوف حتى النموذج اللي في القرية الفرعونية لمقبرة توت عنخ آمون بالظبط هتلاقي الجدران والأرضية كان فيها سقف نخيل ويعني أشبه الجنة. فطبعا توت عنخ آمون اوعدك ان شاء الله استاذ حمدي ان احنا نقول له حلقات اخرى، لكن الحقيقه توت عنخ آمون يعني هداف الاسئله حتى الان. مرة أخرى بتعود إلينا أصالة محمد من الدهلية بسؤال بتقول فيه: هل اكتشفنا سر التحنيط زي ما الدكتور زاهي حواس قال، ولا لسه ما اكتشفناش هذا السر؟ وليه بنقول ما حدش اكتشف سر التحنيط لدرجة ان لسه مكتوب في الكتب انه لم يتم العثور على سر التحنيط حتى الان؟ يعني في معلومات ومؤكدة ان الدكتور زاهي حواس بيقول وصلنا الى اكتشاف سر التحنيط، لكن لسه في كتب بتقول لا لسه ما وصلناش. الحقيقة اين يا دكتور؟
طبعا يا استاذ اصال، عيب طبعا اللي انا اجاوب بعد الاستاذ زاهي حواس. طبعا قطعا خلاص، يعني هو قال المعلومه فاحنا اللي بنمشي وراه وبناخد منه المعلومه، استاذنا دكتور زاهي حواس. وطبعا يعني بشاركه وبنأيد هذا الراي ايضا وراه، ان طبعا سر التحنيط اكتشف يا خلاص يا اصاله، ما عادش في حاجه اسمها سر التحنيط. سر التحنيط خلاص يعني اكتشف في خبيئه رقم 63 في وادي الملوك. المعلومه التعرفيه يا اصاله الدقيقه، في خبيئة رقم 63. ما هي الخبيئة يا أصالة؟ الخبيئة هي يعني جاية من تخبية الاحتلال في مصر القديمة زمان الفرعونية. لما كان الاحتلال بيخش، فكان الكهنة ورجال الدين بيخافوا على مقابر ملوكهم ويخافوا على أدواتهم المهمة، فكانوا بيعملوا لها خبيئة أشبه المقبرة كده ويقفلوها وسموها خبيئة، يعني بتخبي الحاجات المهمة. والخبيئة ديت 63 وجد فيها طبعا أدوات التحنيط، مواد التحنيط، ومقادير التحنيط. ودلوقتي يعني التحنيط ما عادش سر خالص. واقول لحضرتك للاسف ان في كتب كتيرة جدا عايزة مراجعتها، وأيضا كمان عايزة تصحيح المعلومات اللي فيها، لأن طبعا معظم المعلومات اللي في الكتب يا أستاذة أصالة كلها قديمة، لابد إنها تتحدث. والبحث العلمي لابد إن هو طبعا يكون له كلمته ويحدث هذه المعلومات. طبعا أنا معاك إن في كتب بتقول إن في سر تحنيط، لكن خلاص أنت تشوف الجديد اللي طالع، شوف الأبحاث زي أبحاث دكتور زي حواس، زي أي عالم. وايضا كمان زي انبه على ان معلومه دارجه ان طبعا في الكتب ان الهرم اتبنى في 20 سنه. يعني ببقى حزين جدا لما بشوف المعلومات القديمه دي. وطبعا احنا عندنا الادله الكثير اللي بتقول اتبنى في اكثر من 30 الى 34 سنه. فطبعا بشكر حضرتك على السؤال المهم، بشكر كل الاسئله الفريده دي يا استاذ محمد، محدش بيسال اي سؤال وخلاص والله. نعم. طبعا في سؤال كمان من سارة بدوي بني سويف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فكرة جميلة وممتازة، شكرا لك يا سارة، وبالتوفيق دايما لحضرتك يا دكتور إسلام. وهي بعتها على فكرة 3 أسئلة. السؤال الأول: ما هي أنواع البرديات في مصر القديمة وبماذا كانت تسمى؟ ده سؤالها الأول. نجاوب سؤال يا دكتور اللي تشوفه حضرتك. طيب البرديات طيب. طبعا انقسمت، تنوعت وانقسمت في مصر القديمة. وكانت البرديات طبعا كانت أدبية اللي بينكتب فيها الشعر، الحوليات، أو طبعا الشيء الإداريات. أيضا كمان في برديات طبية زي بردية إبرة، زي بردية كاهون. وأيضا كمان برديات حسابية هندسية ومعمارية وتنوعت على شاكلتها. بالنسبة طبعا كانت بتسمى طبعا البر، علشان كانت دي خاصة بالملوك، بالبيت الملكي، خاصة بالبيت الملكي. او سيشبر، او كتابة القصر، لان طبعا كانت حكر على الاغنياء البيبرس، او بعد كده سميت بالنبي وتطورت الى كلمة بردي. لكن طبعا البردي له انواع كثيرة جدا ومخطوطات كثيرة جدا، وتنوعت البردية في مصر القديمة. السؤال الثاني من سارة بدوي من بني سويف بيقول: هل كان يوجد برديات طبية يدون عليها الأمراض وعلاجها، وهل يتم استخدام بعض الوصفات الطبية منها الآن؟ طبعا يعني احنا عندنا بردية إبرس طبعا فيها أزيد من يعني أكثر من 40 مرض وتشخيصه وعلاجه. أيضا كمان في مصر القديمة أيضا كمان عندنا بردية كاهون خاصة بأمراض النساء. دي يديك إشارة إن الطب فيه تخصص في مصر القديم، أمراض نساء، أمراض أسنان، عندنا حسيراع في الأسرة الثالثة، وأمراض البطن يعني، وأمراض العظام. فطبعا تنوعت يا أستاذة سارة. وطبعا احنا بنقول هل هي بتعالج حتى الآن؟ يعني ربما بناخد منها العقاقير، لان طبعا العلاج زمان كان بالعقار وطبعا بالزهور، لكن طبعا دلوقتي اكيد يعني بيشتق منه، لان كل حديث هو اصله قديم. السؤال الأخير لسارة بدوي من بني سويف: هل كل البرديات كانت تحتوي على نصوص ورسوم معا؟ لا، كان في طبعا نصوص برديات إدارية، وكان في طبعا برديات حسابية وبرديات هندسية خاصة بالأعمال الهندسية، زي بردية رايند الرياضية وغيرها في البرديات الحسابية. ودي طبعا كانت خاصة في علم الرياضة. لذلك ان احنا ممكن نلاقي برديات فيها كتابات، وممكن نلاقي فيها برديات رسومات وكتابات معا.
طيب يعني انا يعني سعيد جدا طبعا انه في تنوع حتى جغرافي من المحافظات المختلفه. الاسئله اللي وردت لحضرتك النهارده يا دكتور اسلام، الدقهليه وبني سويف والقاهره، وكمان في سؤال من الوادي الجديد المهندس سعيد ابو زيد يقول: جميل جدا طرح حضرتك لهذا المقترح، وسؤالي هو بما اني من سلة غلال مصر، يقصد طبعا الوادي الجديد في العهد القديم، هل كان في رافد لنهر النيل يمر من خلال الواحات، ولا وصول اجدادنا الفراعنه للوادي من خلال ممرات ومدقات كما هو متعارف عليه؟ السؤال ده في غاية الأهمية يا أستاذ محمد، بعتبره من الأسئلة الفريدة. ليه؟ لأن طبعا الناس كلها فاكرة إن النيل هو الفرع، النيل اللي بيشق أرض مصر، وثم بعد كده الفرعين بتوع الدلتا دمياط ورشيد. لكن طبعا كان الأفرع النيل زمان أكثر من فرع، لكن كانت يا أستاذ حمدي كان بيمر في الدلتا فقط 7 أفرع، وكان بيصل فيها إلى الأهرامات، لكن ما كانش رايح للوادي الجديد. لكن عايزين نقول حاجة مهمة جدا، حتى في القرآن الكريم يعني ممكن نستدل على ده، وأهل الدين يفيدونا أكتر في ده. في آية من آيات القرآن الكريم: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. وربما كانت أفرع، ربما كانت قنوات عديدة جدا من نهر النيل، لكن ما راحش النيل بوادي النيل ومجراه ما راحتش وادي النيل. لكن أنا عايز يعني أقول شيء مهم جدا في هذا الموضوع. لكن اللي أنا بقوله ده يا أستاذ محمد خاص بهذا الطرح الجميل اللي طرحه الأستاذ عيد أبو زيد. أضيف على كلامك يا أستاذ عيد يا باشمهندس عيد إن كان في كهف عندنا اسمه كهف السباحين في الوادي الجديد. حاجة غريبة جدا، في كهف في الصحراء في الوادي الجديد اسمه كهف السباحين، مرسوم عليه جرافيتي ان طبعا ناس بتسبح في الميه، ناس بتسبح في بحيره. طب ايه جاب البحيره في المنطقه الصحراويه دي؟ هل هنا كان في نيل؟ هل هنا كان في بحيره؟ الكلام ده بيتساءل كثير جدا من الناس. هل الكلام ده كان في قناه يعني تمر من هذه المنطقه؟ فالحقيقه كهف السباحين ده من اهم المعالم في وادي الجديد، واللي اكتشف طبعا في اكتوبر 1933 من قبل المكتشف المجري لازو الماسي. وده طبعا يحتوي على رسومات ناس بتسبح، بني ادمين بتسبح في هذا الكهف. وده كهف ممكن اي حد يروح يشوفه هناك في الوادي الجديد، او حتى لو بحث عنه هيلاقي هذا الكلام. طيب وطبعا لسه في اسئله كتير ومن محافظات مختلفه، ويعني انا سعيد جدا كمان ده في اسئله من خارج مصر، يعني في اسئله كمان من العراق، لكن هيبقى صعب جدا ان احنا ناخد كل الاسئله والتساؤلات اللي مطروحه النهارده يا دكتور اسلام. خليني هختتم معاك يعني الحوار النهارده بسؤال يعني خاص وشخصي، واعتقد انه مش بس اللي طرح السؤال هو اللي عايز الاجابه، لكن كلنا محتاجين نعرف هذه الاجابه. السؤال من الدكتور عبد الهادي داوود الدقهليه بيقول: ما هو سر تعلق الدكتور اسلام زغلول؟ هو ده سر من اسرار الفراعنه ولا حب جديد؟ طبعا صديقي العزيز دكتور عبد الهادي داوود، يعني احنا بنعتبر هذا السؤال طبعا يعني شيء راقي منه، لكن طبعا هو ده العيش. زي ما حضرتك مثلا تعشق الاعلام، زي ما الحرفي بيعشق حرفته، زي ما كل واحد بيعشق عمله، اساسي لو حبيت الحاجه او عشقتها، يعني لان طبعا ان العشق اكبر درجه من الحب، عشقتها 100% هي تعشقك وتحبك وتصيبك بجنونها، تصيبك بجنونها، ويحل عليك طبعا فايدتها وجمالها وشغفها. لذلك ان علم الاثار المصريه القديمه هو في دمي، ربما يكون اكثر العلوم يعني ان ادعيت يعني اجاده فيه، ولكن باقي العلوم طبعا على حساب باقي العلوم الاخرى. لكن علم الاثار بيشكل في وجداني يعني منذ 23 سنه، من لما كنت حتى في اولى اعدادي وشكلت نعم التاريخ والاثار والفراعنه. ربما يعني حد يقول لي ليه اختصيت بالعلم الاثار؟ ما في اثار اسلاميه، ما في اثار جريك رومان يونانيه رومانيه، طب ما في اثار يعني قبطيه، واشمعنى الفرعونيه؟ يعني الشك ده ربما يعني سحرت او جذبت بجمال هذه الحضاره.
وبعكس الجمال ده على كل يعني من بيسمعني في كل محاضرة بقولها. يعني الناس ربما تكون يعني أقول موقف طريف في نص دقيقة. كان في يعني صديق ليا لسه بيتزوج وعايز يقضي شهر العسل في المدن بقى الساحلية والمدن الكبيرة دي، فقلت له طب إيه رأيك أعمل لك يوم فقط في رحلة أسرية؟ قال لي يا راجل ارحمني، ده أنا لسه متجوز، يعني هتاخدني الهرم؟ قلت له طب بس تعال. يعني راح الهرم، بدأ أخششته مقابر الملكات والهرم. فقال لي الهرم بيقفل الساعة كام؟ هو كان وعدني ساعة واحدة. قلت له بيقفل الساعة 5. قال لي أنا مش طالع من هنا إلا الساعة 5، وتشرح لي كل منطقة إسلام على هذه المنطقة. يعني اللي يمكن الفراعنة بيعكسوا سحرهم على الشعب المصري الجميل والأحفاد وكل الشعب اللي في الخارج. وبحقيقة أعتقد الأستاذ يعني الجميل العراقي ومعظم الناس اللي سألت من أسئلة خارج مصر لضيق الوقت احنا آسفين جدا يعني، بس أكيد إن شاء الله في الحلقة القادمة. ودي تجربة جميلة جدا يعني، بشكر حضرتك عليها يا أستاذ محمد وإذاعة جنوب الصعيد لحضرتك معانا في تنفيذها. وإن شاء الله نستكمل باقي الأسئلة في الحلقة القادمة. ان شاء الله. كل الشكر والتقدير لاصدقاء حملة بنحكي تاريخنا اللي طرحوا الاسئله، سواء الاسئله اللي جاوبنا عليها النهارده مع حضرتك دكتور اسلام، او الاسئله اللي يعني ارجعناها الى الحلقه القادمه نظرا لضيق الوقت. ان شاء الله هيتم الاجابه على كل التساؤلات، وما زلنا نتلقى اسئله اخرى كمان يعني ايضا يوم الخميس القادم ان شاء الله على مدى الوقت المحدد من حضرتك وفريق العمل لتلقي اسئله اخرى، وقدر المستطاع نجاوب ايضا على هذه التساؤلات. في النهاية هذا يعكس اهتمام غير عادي وغير مسبوق من شبابنا ومن جمهورنا ومن متابعين حملة بنحكي تاريخنا وراديو جنوب الصعيد للاهتمام بالآثار وبالحضارة المصرية القديمة، وازاي ممكن يكون لينا كلنا مع بعض، سواء اللي بيطرح السؤال، ربما احيانا بيبقى حد بيطرح السؤال يا دكتور وهو عارف الإجابة، لكن الهدف مش بس هو طرح السؤال، لكن الهدف كمان ان الإجابة دي ما تبقاش حكر عليه هو، تبقى موجودة عنده تنتشر كمان مع غيره. وهكذا هو الهدف الرئيسي ومن نشر الوعي الأثري والاهتمام بالآثار والحضارة المصرية القديمة، لأن من ليس له ماضي ليس له حاضر، ومن ليس له ماضي ولا حاضر فلن يكون له مستقبل بكل تأكيد. كل الشكر والتقدير لحضرتك دكتور إسلام زغلول الباحث الأثري، وكل الشكر والتقدير لفريق حملة بنحكي تاريخنا واللي طرحوا تساؤلاتهم النهارده، وفريق عمل راديو جنوب الصعيد من أسوان وبرنامج العاشرة صباحا. شكرا ليك ونلقاك دوما على خير بمشيئة الله. شكرا جزيلا. في رعاية.